بسم الله الرحمن الرحيم. تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر، تناجي الله في صبر وترجو رحمة. حنا أهل الأيمان ذو بكر وعثمان وأحفاد ابن خطاب للسنة حمينا، يا عزي وفخري يا بحري ونهري، دام الدم يجري حاشا ما نسينا، وحنا بالمدد عون فينا عز مدفون، عنا الكل يحكون نحصد ما جنينا ونحصد ما جنينا، وجيناكم عطشا جرحي ما تلاشى لن ننساه حاشا للشاهد جينا، جهز كل قاذف في حسم المواقف، زود بالقذايف نقدم ما خشينا، بقع المجد تهتف بالأصوات تردف، بالشجعان توصاف نظهر ما احتجينا وسمعا يا القيادة يا نبع الإرادة، صار النصر عادة من حين ابتدينا، وسرق ضرب كشاف زلزل كل خواف، واضرب داخل أجواف بالسنة رمينا، وخمس بالمدرع بنغزي ونرداع، بالدشكا ومدفع ذا الواجب علينا. كذاب يا ويل من الله، جبان ما يقدر يواجه، كذاب من زمان يا الله منابه، خواف جبان ما يقدر يواجه، كذاب من زمان يا الله منابه، كذاب وكابر مثل خيطة في نابر، يوم ياب في رياله تغز بالميابر، كذاب وكابر مثل خيطة في نابر، يوم ياب في رياله تغز بالميابر، خواف جبان ما يقدر يواجه، كذاب من زمان يوار منابه، خواف جبان ما يقدر يواجه، كذاب من زمان. ممتاز. هذه الكتب التي أنت تنزلها هذه تشهد عليك، هذه ضدك ليست لك. يعني هؤلاء العلماء يبينون حال الرواة في الجرح والتعديل، لكن أنتم أين بينتم حال الرواة عندكم في الجرح والتعديل؟ يعني الغالبية من رواتكم وثقاتكم ينتحلون المذاهب الفاسدة وفاسدي العقيدة والمذهب وفساق تضعيف إن الله ينزل على جمل الأفرق. يلا أنت هربت منها. أنا أقول لك زيد النرسي من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وعبد الله بن سنان ثقة كما ورد عندكم في الكتب. يلا هات تضعيف الرواية، لا تهرب يلا. السلام عليكم. يعني رأيت البارح هو بتره للحوار عندما قلت له ائتني بتضعيف الرواية، فلم يأتي بتضعيفها بل سكت طوال الحوار، لأنه لا يستطيع تضعيف رواية إن الله ينزل على جمل أفرق يوم عرفة. لماذا؟ لأن من رووها ثقة، من رووها عن أبي عبد الله عليه السلام هما ثقة، زيد النرسي ثقة وعبد الله بن سنان ثقة، فكلاهما ثقة لا يطعن فيهما. ولا أنا يعني سوف أنزل لك توثيق هذين الرجلين ليتبين بتره هو للحوارات، يريد أن ينصر دينه بالكذب. كتاب معجم رجال الحديث للخوي الجزء 8 يقول زيد النرسي قال النجاشي زيد النرسي روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهم السلام له كتاب يرويه جماعة، وقال أيضا وعده في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام. وأيضا قال يا الخوي يقول أقول يظهر مما ذكرناه في ترجمة زيد الرضاس صحة نسبة كتاب زيد النرسي إليه،
ويزداد على ما ذكره الشيخ من أن كتاب الزيد النرسي رواه ابن أبي عمير، فلا يصغى على ما ذكره ابن الوليد من أنه موضوع. وضعه محمد بن موسى الهمداني، يعني الرجل صحيح، ثم أن طريق الشيخ إليه صحيح، فإنه ذكر أن راوي كتابه ابن عمير، وقد ذكر طريقه لجميع كتبه ورواياته في ترجمته 618، والطريق إليه صحيح. زيد النرسي ثقة من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. هنا أيضا عبد الله بن سنان أيضا في معجم رجال الحديث الجزء 11 يقول: وعده في رجاله تارة أي عبد الله بن سنان في أصحاب الصادق عليه السلام. قال عبد الله بن سنان الكوفي، كذا في النسخة المطبوعة وفي نسخة الميرزا والمولى القهباء ذكره عبد الله بن سنان مولى قريش، وكان على الحيرة الخزائن من جهة المنصور والمهدي بعد في أصحاب الكاظم عليه السلام. قال قائلا: عبد الله بن سنان له كتاب روي عن أبي عبد الله عليه السلام، وعده البرقي في أصحاب الصادق عليه السلام. قائل عبد الله بن سنان مولى قريش، وكان على خزائن المنصور والمهدي. وعده الشيخ المفيد في رسالته العددية من الفقهاء الأعلام والرؤساء المأخوذ منهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، الذين لا يطعن عليهم ولا طريق لذم واحد منهم. أيضا قال: وقال الكشي أبو الحسن ابن أبي طاهر قال: حدثني محمد بن يحيى الفارسي قال: حدثني بكير بن بشير عن الفضل بن شاذان عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان، وكان رحمه الله من ثقات الرجال. كان من ثقات الرجال. فرواية إن الله ينزل على جمل أفرق يوم عرفة رواية صحيحة لا غبار عليها، وأنا طالبته بتضعيفها لم يستطع تضعيفها، وإنما بتر المقطع ونشره. وهذا يدل على شيء، يدل على كذب الرافضة.